ننطلق من حاجه واحده، ما كما قالت نقول في دور زرفه بركه وما نجغبلوا. نعم. بيونا باش نقولوا حتى كي نكذبوا نتعلموا نكذبوا حاجه اللي تجوز، ماشي حاجه اللي فريمون ديبيل. بيونا واش عندها باش تحتجز وتصادر وتصبح رهينه؟ قولي واش عندها بيونا مسكينه؟ واش يديو منها، واش يستفادوا منها كي يحبسوها ويديوها ويغلقوا عليها وحاطينها رهينه الى اخره؟ بيونا بسيطه مسكينه ما عندها والو. بيونا عندها انسانه في جنبها جارتها نعرفوها من زمان، تمشي نعم. معاها في الوسط الفني. نعم. قايمه بها، ذوك قايمه بها قليل ولا بزاف يكثر خيرها. وبيونا بنفسها صرحت قالت لك انايا وطبايعي وحاملتني هذا الشيء، وفعلا كاين ناس ما حملوش والديهم يوريو رواحهم اللي راهم يهضروا على بيونا. دوك علاش يكثروا في الهضره؟ تبقى هذه امورها عائليه. نعم. امور خاصه يحشموا الناس شويه، ما يجغبلوش، يخليوا المخلوقه فرانكيل. وراهي صرحت وهضرت، دوك اللي يحب يزورها ويشوفها يروح لها، اللي ما يحبش يشوفها ويحب يبين روحه ما نخالطش. نعم. والواحد يوزن قبل ما يتهجم على ناس ولا هذا. كاين احيانا كاين كلام عنده اثر، عنده وزنه يضر. نعم صحيح. يضر بزاف. دونك عيب على الناس اللي دير في الاشاعات. بيونا ما عندها والو باش يديوها رهينه، ما عندها سيارات، ما عندها املاك، ما عندها صوارد في البنك، ما انسانه بسيطه ربي يشافيها ان شاء الله. وانسانه عظيمه في البساطه تاعها، انسانه عظيمه وموهوبه، انسانه قامه. بيونا قامه عطاها ربي سبحانه، عطاها ربي يشفيها ان شاء الله. وربي يشفي العقول المريضه اللي راهم ما صابوا ما يديروا نهار كامل. انا حرت فيهم شعراء ادباء، ناس كتبت التاريخ، ناس رفدت الجزائر على كتافها، ماتت في صمت. نعم. وانا ما نظلمش كما نرجع لك، ما نظلم، نبدا من الوالي ونطلع الوالي الوزير، ما نظلمهمش، نظلم المجتمع، نظلم زملائي، نظلم الاصدقاء. احنا عندنا طاهر بن عيشه مات واحد ما على باله به. عبد العالي الرزاقي نفس الشيء. ناس الجزائر تفتخر انها تملك ناس كما هذو، عندها اولادها نفتخروا بهم. احنا لا ندوروا للحاجات اللي تافهه ونلتهوا بها. كما يقول لك هاي ما انا ثاني نضريت انا واحد الوقت، على كل حال ما نضريتش بزاف. الناس تلاحظ ووصلني الخبر علاش ما نلبسش مليح، علاش ما نمشطش مليح، ما عجبت لهمش، لدرجه اني كاين واحد منشط هكذا يهضر معايا، وصلته بالكلام ربما ضريته، قلت له انت تافه تلتهب بالتفاهات. تلمو زعفوني الناس هذوك، الناس تلتهب بالمظهر الخارجي وتحوس، لانه الناس مرضى وعندهم اكيد عندهم مشاكل كبيره، يحب يورطك انت يلتهى بك باش ينسى مشاكله. نعم. يروح يداوي روحهم. باش تعاملي